ازيك يا صاحبي؟ الواد نص ده جدع قوي. مش احنا مربينه؟ انا بقى ابويا استخبى مني العمر كله، معرفوش. وعيت على الدنيا لقيت نفسي متسلسل في سلسلة امي، معرفش غيرها. حتى اسمي لما كان حد بيسألني عليه واقوله كأني بقول اسم واحد تاني معرفوش. سألتها كتير، ابويا مين؟ طب ابويا فين؟ ما تجاوبنيش. كرهتها. عارفين يعني ايه تكره امك اللي انت عايش معاها وما تعرفش غيرها؟ عشان كده لما كبرت كان لازم اكسر عين التخين عشان ابقى احسن منهم كلهم. واحلى نظرة بالنسبة لي لما اشوف عيون الناس اللي قدامي وهي خايفة ومرعوبة مني. والوقت ده هو كان الوقت الوحيد اللي بحس فيه ان انا بني ادم. لا، مش بني ادم، انا احسن بني ادم. انا بقى عمري لا فكرت لا في ناس ولا في فلوس ولا ان اكسر عين حد. انا طلعت لقيت ابويا قهوجي معلم قد الدنيا، طول الوقت كان ريحته معسل، بس كنت بحب ريحته. عمتي كانت رقاصة، بس رقاصة جدعة. ياما سافرت معاها واتخانقت لها، اتعورت وعورت لها ناس. وفجأة ابويا وامي ماتوا، سابولي كل ده. قهوة وعمتي وسماح وانتوا كمان معاهم. اما سيكا ده بقى موضوع تاني خالص. اخويا الصغير وحبيب قلبي، حبي زي ما بيقولي، بس طول عمره سواح في بلاد الله. ما قعدتش معاه قد ما قعدت معاكم، حتى الفترة اللي سافرت له فيها. طول الوقت كنت بتكلم عنكم، عشان كده مش عارف ابعد عنكم ولا عارف اسيبكم. انا عارف ان الدنيا دي كلها احتام، ما نقدرش نعيش فيها طول ما احنا سمك صغير. نص هو ابوه واحنا كلنا سمك صغير. السمك لو اتاكل ملوش دية. حد يقدر يقول لي دلوقتي حق نص الغلبان راح فين؟ حق نص عند اللي خلقه يا ميمي. حق نص عند اللي خلقه يا ميمي. هي بقت كده عشان ده من نص اللي راح ده. انا بقولها لكم، طول ما هنشوف من الدنيا اسوء، طول ما هتشوف مننا غباوة. الأيام دي بتفكرني بنكسة 67. مظاهرات في الميادين وفي الشوارع، والأبواب كلها مفتحة والجيش مرتبك. كلامك مظبوط، رغم المفارقة بين الحدثين. دي ثورة ودي نكسة. كلام في سرك. أنا البيزنس بتاعي زاد بعد الثورة. معقولة؟ مع إن المفروض الثورة دي قامت عشان تحارب الفساد، لكن الواقع بيقول حاجة مختلفة خالص. كل القوى المكبوتة بتحارب بعض وبتتخانق مع بعض في الشوارع وفي الميادين. كله عايز ياخد البلد لحسابه أو عايز ياخد حتة من التورتاية. ليبراليين على إخوان على يساريين. وللأسف الثوار الحقيقيين تاهوا في الميدان، بقوا عاملين زي الأنبياء اللي مالهمش تابعين. وفي الجو ده
البيزنس بينتعش طبعا، وبيبقى فيه لاعبين جداد ومنافسين من نوع مختلف. منافسين؟ ينافسوا مين؟ ينافسوك انت؟ لا، انا بالنسبه لي تجاوزت المرحله دي خالص. انا اللي بختار العملاء بتوعي. انا بتكلم بشكل عام. في حاله الهدم واعاده البناء دي الانقاض بتبقى كتير والبيزنس بيزيد. المشكلة ان النظام السابق كان غطى الكوارث كتير، ولما انكشف حصل انفجار يعدي اي استيعاب، سواء كان امني او اقتصادي او حتى اجتماعي. هي فعلا ازمه لاي حاكم، لانه بيحكم بمنطق حلق حوش. بالظبط، حلق حوش. ميرسي على التمثال. تحت امرك. بعد زي الفل. سلام يا حور. هذا نحن يا ام أنا يا خليفه ريس. يا ام خليفه بس أنا ماشي يا ابني. الصبح كده في الشارع. تعالي اقعدي ارتاحي. هتشرب ميه نحله. انا يا كبير. ايه اللي نزلك على الصبح كده يا ام خليفه؟ اسقيني شوية مية الأول يا ابني. الميه نحله. ريقي ناشف. يا نحلة يا ضنايا. بسرعه يا ابني ما تتحرك. اتفضل يا سيدي. اشرب يا ماما. كتر خيرك يا حبيبي. الف هنا. رايحه فين ولا جايه منين على الصبح؟ أنا كل يوم على الحال ده أخرج الصبح أروح عشان أملى الأنبوبة، وهناك الناس بتضرب في بعض وبتاكل في بعض وزي النمل يا حبيبي، وفي الآخر يقولوا لنا خلاص شطبنا. شطبنا ايه؟ وعلى الحال ده بالك قد ايه؟ أكتر من 4 أيام يا حبيبي، ومش عارفة أعمل إيه يا ابني. 4 ايام؟ وبتاكلوا ازاي؟ وعايشين ازاي؟ ربك اللي بيرزقها، ده مش أنا بس، دي الحارة كلها على دي الحال يا حبيبي. يا ستي قولي لي انا هتصرف اغير لك الانبوبه. أنا مش عايزة أتعبك، كفاية اللي أنت فيه. بتتعبين ازاي بس يا ابو خليفه؟ انا احلى. تعالى بسرعه. خد الأنبوبة دي وغيرها. يا ابني ما ينفعش، بقول لك ما فيش أنابيب. ها فوتك بعافية يا حبيبي، ربك هيحلها يا رب. حلها من عندك يا رب. يا وسط. يا رب. ما تشغلش بالك يا كبير. ما تشغلش بالي ازاي يا نحله؟ ده ايه الموضوع ده يا نحله؟ فيه ايه؟ يا كبير ده موضوع كبير قوي. بقالنا بتاع 3 اسابيع ما فيش انابيب في السوق. احنا ربنا بيحبنا لان احنا عندنا شويه انابيب جوه وبنبدل فيهم، كان زماننا يا كبير بنلطم. يعني ايه؟ والناس مش لاقيه انابيب ليه؟ يا كبير تجار يا كبير، والناس بتلم الانابيب من السوق، الانبوبه بتتباع ب7 جنيه، يبقوا هم بقى ب50 60 70، هم ودماغهم يا كبير. 70 جنيه ولاد الكلب ليه؟ عشان الافتراء يا كبير. افتراء. اوكي. هلو. انت جامد. انت اللي جامد. حبي. يا شيماء مزعل امك ليه؟ ابدا والله، ما انت عارف امك كل ما تشوفني ماسكه التليفون تتعفرط. قلت لها 100 مره بكلم عبير بدل ما اروح لها وهي تجيلي، بنذاكر مع بعض في التليفون. ماشي. ايه بقى حكايه الرجوع متاخر بالليل دي؟ انا بخلص المعهد بطلع 2 ساعة التمرين في المستشفى، الباقي بيطير في المواصلات. اعمل ايه بقى؟ قول لي. ما تعمليش اي حاجه، انا برضه قلت لها كده. قلت لها كمان ان اختي شيماء حبيبتي لو في اي حاجه في دماغها هتيجي تقول لي انا اول واحد. والله انا غلطان ولا ايه؟ طبعا، ما انت عارف ان انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. ماشي. بتجيش صعبانه عليا قوي. مش عارف اعمل لها يا شيماء، مش عارف اعمل لها ايه. موضوع نص ده جه ولخبط الدنيا كلها، وبعدين انا وهي يوم في العالي ويوم في الواطي، ومن ساعه ما قلت لها على موضوع السفر ده وهي مش على بعضها. ده البت فكرني اخلع منها. ما هي ليها حق بصراحه، يعني عايز تقول لها ان انت هتسافر وتسيبها وتقعد تتفرج؟ البت بقى لها كتير مستنياك. يوه، هو السفر ده عشان مين؟ ما هو عشانها وعشانكم، ولا هي عاجبها العيشه اللي هي عايشاها؟ في ايه؟ ما انت عارفه وكل الناس عارفه والحاره حتى عارفه ان انا هسافر. هو ده اللي في دماغي يا شيماء، في ايه؟ طب بالراحه عليها اليومين دول، كفايه الظروف اللي هي فيها. حاضر، هقدر الظروف اللي هي فيها، لكن في نفس الوقت
مفيش حاجه هتتغير من اللي في دماغي. اللي في دماغي في دماغي. ربنا يهديك. انت قلت لي بنت شهاده فين؟ قاعدة في أوضتها ما بتخرجش. يا شهودة يا حبيبتي، لسه برضه مش عايزة تروحي المدرسة؟ احنا كمان كنا بنحب نوصل زيك بالظبط، وكلنا زعلانين عليه. شهد، غصب عني يا ديما. لما صحيت من النوم عشان اروح المدرسة ما لقيتوش بيصحيني زي كل يوم. احنا كنا بنروح المدرسة سوا وبنلعب سوا وبناكل سوا. تعرف يا ديما كان بيحبك قوي، كان نفسه يبقى زيي. انا كمان كنت بحبه. عارفة يا شهد، نصها كان جدع جدع قوي. كان دايما يقول لي نفسه يكبر عشان يعوض امه واخته عن اللي شافوه. الله يرحمه. عارفة نص فين دلوقتي؟ عند ربنا. هو في مكان أحسن دلوقتي، مكان أحسن من اللي احنا عايشين فيه. طب اشمعنى هو؟ ليه هو بالذات؟ كان في 100 واحد في الخناق يستاهلوا الحق، اشمعنى هو بالذات؟ ده عمره يا شهد، وربنا هو اللي اختاره. ربنا عايز ان واحد ما عندوش اي قلب يموت واحد ما عندوش ذنب. نص عمله ايه عشان يعمله كده؟ ما عملوش أي حاجة، بس ربنا عايز كده. ما نقدرش نعمل أي حاجة، ربنا عايز كده يا شهد. ادعي له يا حبيبتي. ها؟ الله يرحمه. ادعي له، ادعي له بالرحمة، ادعي له. انت فينك يا امجد؟ كل ده في الحمام، رئيس عاوزك. يا عم اخلع انت، الرئيس مين ده؟ في شرطه وكام ساخر ده تجري اسمع في الطريق. طبعا انت ما تعرفنيش كويس يا يوسف. والله مجرد سمع يعني. وايه بقى اللي سمعته عني؟ ابدا، حاجات مش كتيره ومش مهمه قوي. ان انت كنت طليق غاليه، وان انت كنت شغال عندهم زمان في البازار كده يعني. بس اعتقد دي حاجه ما تعبنيش. لا خالص، الشغل عمره ما كان عيب، وبعدين لو تعيبك يبقى تعبنا انا كمان. صح كده. طب عندك فكره انا طلبت قبلك ليه النهارده؟ الصراحه لا. ولا حاولت تخمن كده وانت جاي في الطريق؟ فزوره ولا ايه؟ بص يا يوسف، بكل بساطه كده انا دلوقتي بنافس الشيمي في شغله، ويهمني اعرف اي معلومات عن الصفقات اللي بيخشها، عشان اكيد دي كمان هتفرق معايا في شغلي. وعايزني ابقى عصفورتك من غير لف ودوران؟ اه. انا عارف انك قريب من غاليه والشيمي في البازار، وانت اللي بتمشي الامور اللي هم مش قاعدين. الله، طب ما انت عارف كل حاجه اهو، كانك قاعد معانا وشايفنا. ما اللي قال لك الحاجات دي بقى يقول لك بقيه الحاجات اللي انت عايزها. ما هو بقى اللي قال لي الحاجات دي كلها قمار، ما اقدرش اعتمد عليه في حاجه اكتر من كده. انما بقى انا عايز واد مفتح وصايع، يعرف ايه اللي يلزمني وايه اللي ما يلزمنيش. طب وانت الكلمتين بتوعك دول هما اللي هيخلوني بسهوله كده عينك هناك؟ شوف يا معلم، في البيزنس مفيش احسن من الدغري، وكل حاجه عرض وطلب. هتعمل حاجه قصاد حاجه، والله اتفقنا مع بعض اهلا وسهلا وعلى راسي، ولو ما اتفقناش اهلا وسهلا برضه، وهعرف المعلومات اللي عايزها من اي حته تانية. طب انت مش خايف ان انا اخد الكلام ده كله واروح انقله للشيمي وغاليه؟ اخاف من ايه؟ الشيمي وبنته عارفين ان احنا في عداوه ما بيننا، زائد انك هتستفيد ايه لما تروح تقول له؟ كبيرك هتاخد كلمتين شكر على خوفك وامانتك على البازار، وده يا معلم هيتنسي مع اول غلطه هتعملها. انما بقى لو اتعاملنا مع بعض اكيد هتستفيد باكتر من كلمه شكر. ها، تحب تاخد فرصه تفكر؟ لا، وافكر ليه؟ دي عايزه تفكير. ما دام فيها اكتر من كلمه شكر
اعتبرني معاك. صح كده. اتفضل السكن بتاعك. ها، ايه رايك بقى؟ يجنن يا خالتي، الله ينور. وعليك يا حبيبتي. عارفه يا بنتي يا سماح، طول عمري كان نفسي ربنا يرزقني ببنوته حلوه زيك كده، البسها فستان فرحها بايدي وازفها على عريسها. اخصى عليك يا خالتي، وانا مش بنتك ولا ايه؟ ايوه طبعا يا بنت. طب ده انا ربيتك ولعبت معاكي اكتر من موكوس امك. بس برضه يعني كان نفسي بنت من صلبي حلوه زيك كده، اصاحبها وتصاحبني وتشيل همي. يلا ما تاخديش في بالك، المهم اسمعي اللي انا عايزه اقول لك عليه. قولي يا خالتي. لازما من اول يوم يا بنت جوزك تقريه صح، تقريه وانت مغمضه. اقراه يعني ايه؟ تعرفي طبيعته ايه، اللي بيفرحه، اللي بيزعله، بيتعكنن من ايه، مزاجه بيجي على ايه. حاكم الراجل من دول يا بنت يحب الست الشاطره الذكيه اللي تعرف هو عايز ايه من قبل ما يقوله. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه. برافو عليك يا بنت، برافو عليك. ده الرايق والنبي ما تخليه يشوف. الله 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 الله، رايح فين يا رايق؟ رايح فين يا عريس؟ انتوا بتعملوا ايه؟ زي ما انت شايف العروسه بتقيس فستانها. فستان ايه؟ تلبسي فستان وعايز تتزف يا سماح؟ وهو ايه العيب في كده يا اخويا؟ ايه العيب في كده؟ العيب ان الواد الصغير لسه دمه ما بردش وانت بتفرحي. العيب ان صاحبتك اللي بتقولي عليها زي اختك حزنانه وانت بتفرحي. عرفت العيب ولا عرفك كمان؟ يا حبيبي ده قدر ربنا، وبعدين احنا هنحكم على نفسنا بالقهر طول عمرنا ولا ايه؟ جرام يوسف، انتوا جرالكوا ايه؟ ده اللي عنده كلب بيموت بيحزن عليه. عايزين نعمل فرح وهيصه وزفه. في ايه؟ طب عليا الطلاق يا سامح، ما في فرح. اخر حاجه اقولها لك. استنى يا رايق، انا عارفه انت جواك ايه ومقدره، وبعدها ليا في جيجي اكتر منك يا اخويا. انا بس عايزه اطلب منك طلب، وسايق عليك النبي ما تكسفني. عايزه بس البس الفستان اتصور بيه صوره صغيره يا مين، نحطها على الحيطه ونفتكر اليوم ده طول عمرنا. وقسما بالله ما هدخل بيه الحار عشان ما اكسرلكش حلفانك يا اخويا، والمصحف ما داخله بيه. عارفه اليوم اللي ما بشوفكيش فيه بيبقى احساسي فيه عامل ازاي؟ ازاي؟ نفس احساسي بالظبط لما الترجي كسبنا وصعد للنهائي. انت مفيش في دماغك غير الكوره؟ لا طبعا، نصها بس، والنص التاني في الورشه. وانا فين بقى ان شاء الله؟ انت في قلبي يا قلبي. طب اثبت. اثبت؟ على الحرام من ديني قولي اي حاجه دلوقتي وهي تتنفذ وش. ما تروحش الماتش الجاي ونخرج. لا كله للماتش الجاي يا شيماء، ما ينفعش، ده طار بايت مع الغربان. غربان؟ غربان ايه يا شيماء؟ انت كنت بايته بره ولا ايه؟ بتوع الامن المركزي. الله، انت ما تعرفيش ان هم ضربونا كلنا وخدوا مننا ناس كتير ولا ايه؟ ما ينفعش ما اروحش الماتش الجاي يا شيماء، ما ينفعش، دي هتبقى معمعه، لازم اقف جنب الناس. انت بتروح تشجع ولا تتخانق وتضرب وتتضرب؟ مش خايف على نفسك؟ مش خايف يجرالك حاجه؟ طب مش خايف يتقبض عليك؟ يا بنت الناس، احنا مش بلطجيه جايبينهم عشان يثبتوا الناس، ولا دافع لنا فلوس عشان نضرب ونكسر وخلاص، لا، المساله احترام يا شيماء، احترام، لازم الناس دي تحترمنا وتقدرنا، وبعدين بقى هم اللي بيبداوا وبيغلطوا نسكت لهم؟ ده ازاي؟ ما يصحش، روحوا اتخانقوا معاهم واضربوهم ويضربوكوا، واللي يقدر على التاني، ما هي فتحه صدر بقى. لا اله الا الله يا بنتي، ولا فتحه صدر ولا حاجه. طب احنا ليه لما بنروح الاستاد بنقعد نقول ايه لما الجون بيجي؟ هبل. طب ليه بنقعد ندب برجلنا على الارض لما اللعيب تتقطع منه الكوره؟ مجانين احنا يعني؟ يا شيماء بيبقى في ناس مالهمش في الكوره وبيروحوا يشجعوا بلدهم، حتى حبنا لبلدنا يا شيماء عايزيننا نكتمه جوانا، ما ينفعش. دي الساعه ونص بتاعت الماتش هي الحاجه الوحيده اللي بتنسينا القرف اللي احنا عايشين فيه، والمشكله بقى ان هم لا عايزين يسيبونا في حالنا ولا عايزيننا ننفذ على اللي جوانا. طب نعمل ايه؟ ناكل في بعض. بس انا ببقى خايفه عليك. ايه؟ بجد؟ والله انت ما عندك دم ولا بتحس. طب بقول لك ايه؟ انت ما جوعتيش؟ اصل بصراحه الكلام الحلو ده جوعني. ها هتعزميني على ايه؟ وكمان انا اللي هعزم يعني على الرجاله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجو ده؟ خلاص هعزمك انت واهل. عايزه تاكلي ايه؟ بيت زوريش. نعم؟ بيت زوريش. بقول لك غربان تقولي لي بيت زوريش، حرام عليك يا شيماء، حرام عليك. طيب ماشي، بيت زوريش. يلا تعالي. يلا.
يا جيجي الله يرحمه. قدروا هنعمل ايه؟ محدش يقدر يعمل اي حاجه. حبيبتي بيقول لي يا حبيبتي بس ما كانش ابويا، ده كان ابني اللي ربيته يروح مني كده. استني طب استني ازاي يا تيمو؟ طيب مش قادرة اصدق. يا بنت نص ده ما كانش اخوكي ولا ابنك لوحدك، ده كان ابننا كلنا. والله ده في مكان احلى، والله في مكان احلى من اللي احنا عايشين فيه. استهدي بالله يا بنت الناس، استهدي بالله. لا بالله استهدي بالله. مش قادرة يا ديمو والله. عارف انه غصب عنك، غصب عني والله. عارف غصب عننا كلنا. مفيش حد يعرف يعمل المصنعية دي اليومين دول، ده شغل الاسطوات القدام بتوع زمان. ما هي حماد أسماء قالت كده برضه. حماد أسماء؟ هو العقد ده بتاعك ولا بتاع حماد أسماء؟ ده شبكة أسماء، أصل الولية حماتها كانت شايلاها لما ابنها يجي يشبك، يعني بتشن على دماغها حاجة، هو ورهولنا عجبنا وقرنا الفتحة على كده. طيب يا ست ربنا يتمم بخير. امال ليه عايزة ترهنيه؟ أصل يا مقدس اللي مطلوب مني أكتر من طاقتي، وأنا نفسي أفرح ببنتي وأخلص بقى. ما قلناش حاجة. طب بس افرضي إنه جوزها سألها فين العقد، هترد تقول له إيه؟ ما هو ده اللي أنا قصدك فيه. يوم الفرح إن شاء الله هستلفه منك تلبسه مسافة الفرح، وأنا بنفسي هجيبه لك يوم الصباحية. عايزين يقلع بنتك شبكتها يوم الصباحية؟ ليه؟ هجيبها هنا احطها في الدرج؟ هعلقها في الفيترينة؟ مش قادر استنى يعني؟ مش عيب كده يا ام اسماء؟ ما هو برضه يا اخويا اصله يعني. بصي بقى، امسكي ده ترجعيه مكانه زي ما كان، وبكره الصبح تاخدي اسماء وتروحوا الاثنين شارع عبد العزيز. انا هبعت معاكم مساعد، هي هتنقي الحاجه ومساعد هو اللي يدفع، وانت بقى مش مطلوب منك غير ان انت تزغرطي. انت مش بتعرفي تزغرطي؟ بعرف يا مقدس. طب ما تسمعيني كده. مكسوفه عشان الواد اخو جيجي. الله يفيك الخير يا ام اسماء. امال جيجي فين؟ ما هي جيجي لسه ما نزلتش، انا مديها يومين بس تروق شويه زياده هنا. المصيبه برضه كانت كبيره. ربنا يبارك لك ويكرمك يا رب يا مقدس. خلاص يا ستي اتكلي انت على الله، بس اوعي بقى تنسي ما تعزمنيش في كتب الكتاب. وانا اقدر؟ ده انت شاهد على كتب الكتاب كمان. شاهد على كتب الكتاب ازاي بس يا ام اسماء؟ دي لازم اسال فيها ابونا الاول. فوتك بعافيه. اتفضلي يا ستي، مع السلامه. أنا اتكلمت مع الراجل صاحب الأرض وتقريبا كده شبه اتفقنا. عارف يا بابي، لو طلع كلامه بجد والأرض دي فيها شغل، بتوع السفارة هيأجروا ويخشوا على طول. طب وهو؟ اتفقت ما ياخد فلوسه ويبعد على الصورة خالص. طب لما هو يبعد بتوع السفارة يبتدوا، احنا دورنا ايه بقى؟ دورنا ايه يا بابي؟ هناخد عمولتنا طبعا. وناخد عمولة ليه؟ ما نطلع احنا الحاجة ونبيعها لهم. يا بابي ايه اللي انت بتقوله ده؟ الناس دول بالذات ما ينفعش معاهم كده. احنا لازم نكسب ثقتهم، يعني ناخدهم واحدة واحدة. انت ناسي انهم عندهم حصانة دبلوماسية ومسنودين، يعني يقدروا يدخلوا ويخرجوا في الآثار زي ما هم عايزين. وساعتها لو واحدة زي الزفت دي اللي اسمها فريدة عرفت، تبقى تورينا بقى هتعمل ايه. خلينا كده يا بابي، من بعيد لبعيد احسن. عندنا حاجات كتير قوي عايزين نفكر فيها بعد موضوع التمثال الاخراني ده. ولا انت عايز فريدة بقى كل شوية تسلط علينا الجنرال؟ عندك حق، انا غلطت لما رحت الجنرال ده. ده كلب ما يسويش، ما يعرفش غير مصلحته. مع انه كان رجع لي تمثال كنت هديله اللي هو عايزه. ولا يهمك يا بابي، ما تشيلش هم. احنا لو كسبنا الناس دي هنعمل معاهم احلى شغل، ونفك بقى من فريدة والجنرال والناس دي كلها.
اوكي غالي، انا مطمن كل اللي بتعمليه يا حبيبتي. ما تقلقش يا بابي، انا همشي دلوقتي اروح اجيب رامي المدرسه واتكلم بقى معاهم في حاجات كده شويه عايزه اخلصها. مع السلامه يا حبيبتي. باي يا بابا. باي. انت وقعتني من السما يا ابو يحيى، انا لو كنت اتعكشت كان رحلوني وقتي. وانت يا ابني اللي مصبرك على اللي انت فيه ده، ما ترجع بلدك وتشتغل هناك اي حاجه احسن. اي حاجه يا ابو يحيى؟ انا لو اشتغلت 100 حاجه فوق بعض مش عارف اجيب الربع اللي انا بعمله هنا. وانت شايف نفسك عملت حاجه هنا؟ ايوه طبعا عملنا وجبنا فلوس، بس مخبيها في بيت الاشباح. بيت الاشباح؟ ايه بقى بيت الاشباح ده يا سيكا؟ ده البيت اللي ساكن فيه 20 روح. مصريين تلاقي، سوريين تلاقي، ليبيين موجودين، اللي انت عاوزه. ده جامع الدول العربيه تانية يعني؟ لا يا عم احنا مالناش في السياسه. طب بقول لك ايه، احنا نسيبنا بقى من الكلام الفارغ ده. انا لو جبت لك شغلانه كويسه قوي هتريحك وتضمن لك اقامه هنا مدى الحياه، تشتغل معايا سيكا؟ خيرك ساب يا ابو يحيى، ده كفايه الواجب اللي انت عملته معايا النهارده. بس اديني يومين بس كده اظبط حالي واكلمك. طب ماشي، ظبط حالك ورد عليا يا سيكا. ماشي يا باشا، عن اذنك بقى يا باشا. السلام عليكم. نورت يا سيكا. ايه في ايه؟ بنت شهد. ليه؟ طب ما تفضلها يا شيماء. لازم ارد. ايوه يا رخمه. ايه؟ رخمه؟ عمى في عينك ده نمك. هي دي يا بنت السلام عليكم اللي بتردي عليها في التليفون؟ معلش يا ماما انا كنت فاكراكي شهد. انت فين يا بنت؟ وبعدين ايه الدوشه اللي حواليك دي؟ انت في الشارع يا بنت؟ لا انا لسه في المستشفى ما خلصتش، وبعدين ده الشباك، انا قاعده جنب الشباك. طب ما دام في المستشفى بقى اندهي لي حد من زميلاتك اسلم عليه. هتقولي لها ايه بس يا ماما؟ وبعدين الو. ايوه الو. هي في ايه؟ انا لازم امشي. ليه بس قولي في ايه؟ هي بقى لها شويه شاكه فيا. طب انت مش مظبطه مع صحباتك؟ انا عارفه بقى، شكلها عارفه حاجه. يلا والنبي يلا. استني هوصلك. ده ايه الجو وصفاره الحكم اللي على غفله ده؟ مساء الخير يا فندم. مساء على السلامة. الله يسلمك. الأستاذة غالية الشيمي نزيلة هنا في الأوتيل. ثانية واحدة يا فندم. بعد إذنك. مظبوط يا فندم. طيب هي غرفة كام من فضلك؟ سوري ما اقدرش اقول لحضرتك. خسارة، أنا كنت عايز أديها هدية. حضرتك تقدر تسيبها هنا واحنا نوصلها للغرفة. طب هايل أوي، أنا هروح أجيب الهدية من العربية وأرجع على طول. اوكي شكرا. مع السلامة. بص يا جيجي، انا مش جاي اقولك زي كل الناس ما بتقولك، بس هي حاجه واحده بس، الحزن في القلب، وكل حاجه في اولها بتبقى صعبه، بس الدنيا لازم تمشي، هتمشي ان شاء الله. مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله يا ريان، بس كل ده طبعا كل بوقته. انا مش بقولك انسي نصها، خليه فاكراه، بس فاكراه في قلبك، وعشان خاطره وعشان خاطر امك الغلبانه تنزلي شوفي شغلك واكل عيشك وروحي وتعالي زي ما انتي، عشان امك لما تشوفك كده هي كمان هتبقى كويسه. ولا انت عايزه ايه؟ ربنا يسهل. واخر طلب بطلبه منك يا جيجي. لا انا بقى اللي عندي طلب ليك. وامريني. موحة. مالها موحة يا جيجي؟ متكسرش بخاطر، انت غلبانة ونفسها تفرح. انا بنت وبقولك انا عارفة يعني ايه فرح. كل البنات بتستنى اليوم ده عشان خاطري. ماشي يا جيجي، انا هرضيها وهرضيكي، بس انت كمان ترضيني وتعملي اللي هقولك عليه.
انا بقى مش هنزل اشتري الشبكه من المحل غير لما انت تكوني موجوده، وانت اللي قديها بنفسك كمان. وانت حره صاحبتك، اتجوزيها اتعنسيها كده فوقي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مساء الخير يا ماما. اهلا يا حبيبتي. انا جيت لحضرتك في وقت مش مناسب. لا قصدي اصل انا كنت نازله. انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير. ما الحقيقه اصل والله العظيم ما هعطلك، بس انا محتاجه قوي ان انت تسمعيني. طب اقول لك ايه بس دلوقتي؟ بصي بقى يا بنتي، من الاخر يوسف محرج عليا يدخلك البيت وانا ما اقدرش اخالفه في اللي قاله. يعني انت مش عايزه تسمعيني؟ ما انت المفروض تقدري موقفي. يوسف لو جه دلوقتي وشافنا انا وانت واقفين الوقفه دي هيطين عيشتي. واديكي شفتي عمل فيا انا وانت ايه المره اللي فاتت. والله العظيم مستعده استحمل اكتر من كده 100 مره. لا حول الله يا ربي. طب وليه يا بنتي كل ده؟ ما كل شيء في الدنيا اسمه ونصيب. ماما انا حامل من يوسف. انت بتقولي ايه؟ تعالي ادخلي تعالي. على بالي على بالي يا حبيبي، على بالي على بالي على بالي ابن بلدي على بالي. يا مصري لو ألف ليلة تهجر بلدك وسيبها، بلدك بيك أولى. يا مصري لو ألف ليلة لتهجر نار قلبك يكسر، لتبعد وحبايبك تنسى ليه يا ابني بلدي ليه. ماشي، يبقى نتكل على الله وننزل نشتري الشبكه النهارده. صحيح يا حبيبي؟ حبيبك؟ اه حبيبي، حبيبي ونور عيني كمان. وانا ليا حد غيرك؟ اه ليك يا موح. ليك امك ولا ايه؟ امي دي امي، انما انت روحي، الهوا اللي بتنفسه، عيني اللي بشوف بيها يمين. الكلام الحلو ده. طب اقول لك على حاجه بس ما تقولش عليا عبيطه. قول يا عبيط. انا كنت بتسحب كل ليله وادخل اتفرج عليك وانت نايم، ابص على حته حته فيك، املي نظري منك. كنت ببقى حاسه انك وحشني قوي، حتى يعني وانت مسيني بعلقه ومصبحني بعلقه. انت عارفه بنت موح، انا بقى ما كنتش بعرف انام الا لما اقعد افكر فيكي. بس لما الموضوع كبر مني قلت مالك يا تميمي، ما تظبط. مالك بقيت خرع كده ليه؟ بس برضه ما قدرتش. برجع تاني افكر فيك عشان اعرف انام. انت عارفه انت الوحيده اللي كنت ما بزعلها، ما كنتش بسامح نفسي ابدا، وكنت لازم ارضيك قبل ما انام. يا لهوي. يا لهوي يا بنت، في ايه؟ ما تظبطي. هو في تظبيط بعد اللي انت قلته؟ انت عارف يا ميمي ان انا ما كنتش حاسه اني عمري هسمع منك الكلام ده حتى بعد ما تدخل عليا. ليه يا بنت، في ايه؟ قالوا لك عني ايه؟ ده ميمي برضه عندليب. عندليب قلبي. احنا مكتوبين عشان بعض يا رايق، مش كده؟ طبعا، وانا طول عمري متاكد من كده. بحبك قوي. انا بموت في الطبق اللي بتمشي عليه. ايه يا عمتي، في ايه؟ في ايه يا عمتي؟ في ايه ياما؟ ده كان هيبوسها بس انت كعقربه فين حبايه عيني. يبوس مين يا بت؟ وانت يا واد انت قاعد متسهوك متنحنح كده ليه؟ ايدك فين؟ شيل ايدك دي يا عمتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ تستغفلوني يا ولاد الكلب. اخص عليكم يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. ياني. اهدي يا عمتي، اهدي. في ايه؟ ده احنا كاتبين كتابنا. كان بيقول لي على الشبكه ياما عشان ننزل نجيب الشبكه ياما. والنبي لو انتوا نويتوا خلاص. طب والله كويس انت فاكره عمتي. انا وينه؟ طب ما تزغرطي يا بنتي يا موحه، خلي الدنيا كلها تعرف. يا عمتي اهدي، مش وقته. ما ينفعش نزغرط ياما، البيت متنكس. طب نزغرط بشويش، يعني ما دام البيت متنكس نزغرط بشويش. زغرط بشويش. بس يا ست لقيتهم داخلين قدامي بيسالوني ها فكرت ولا لا، وانا اصلا مش في دماغي.
ازاي يا بابي مش في دماغك؟ بالعكس يا بابي، انت لما تبقى عضو في البرلمان ده معناه ان هيبقى عندك حصانه سياسيه، وبكده هتقدر تدخل وتخرج اللي انت عايزه من غير ما حد يقول لك اي حاجه. ده غير بقى ان انت هتبقى قريب من الناس التقال بشويه علاقات معاهم، مش هنحتاج واحده زي فريده. ولا انت عايزنا نفضل دايما تحت ترسها؟ باباكي كبر يا غالية، ما بقاش حمل لا سياسة ولا قرف. فعلا السياسه ده وجع دماغ، ما اعرفش ده عيب ايه ولجنه شعبيه فين، وانا اصلا ماليش في اللعبه دي خالص. اظن عارفه مصلحه بابي كويس، مش مستنياك انت عشان تقولي لي ايه اللي ينفعه وايه اللي يضر. شايف يا شيمي بتعاملني ازاي؟ شايف؟ يلا يا عصام على المطبخ. انا اصلا ما قلتش حاجه يا خليل، انا هتكلم على الدوشه في الموضوع، وخصوصا ان الراجل مرشح نفسه قدامي تقيل قوي في اللعبه، ونزلت قدامي هبقى بخبط فيه. يا بابي افهمني، الناس دلوقتي بقى عندها وعي، عارفين يفرقوا بين الصح وبين الغلط، والنهارده كل يوم في حملات بتتعمل ضد الفلول. يعني الراجل اللي اسمه هلال الدهشوري ده مش هيقدر يقف قدام حركه التغيير، فاهمني؟ وفريد تبقى خسرت فلوس الحمله. لا مش هتخسر فلوس الحمله، دي امرها سهل جدا، عشان الناس هم اللي مرشحينك، وده معناه ان هم هيدعموك. يعني بشويه فلوس منك على شويه فلوس منهم الامور هتمشي، وساعتها بقى لما تبقى نائب الدايره الخير هيعم على الكل. هم فاهمين كده كويس. بقول لك ايه يا خليل، ما تكبريش الموضوع في دماغي والنبي. يا بابي الموضوع كبير لوحده، انا مش فاهمه انت ازاي مش مديه اهتمام. ده انت راجل تاجر وصياد، يعني عارف تاكلها منين. شايف كده؟ انا مش شايفه غير كده يا سعاده الله. رايح فين ايه؟ بدايه تاكل؟ ما لقيتش اي حد هناك ولا حتى فلوسي. مش عارف، كل اللي كان معايا راح في لحظه، ودينا اهو رجعت للصفر من جديد. ولا يهمك خالص، المهم ان انت بخير. الفلوس دي امرها سهل يا راجل، ان شاء الله هتشتغل وهتعوض كل اللي راح منك. المره دي مش سهله يا ابو يحيى، انا حاسس ان في حد مبلغ علينا. يا راجل حد مبلغ عليكم ايه بس؟ ازاي الكلام ده؟ مش عارف، بس الحكومه مش هتيجي لغايه المحل وتجري ورايا الا لما يكون عندها اخباريه، وانا دلوقتي مش هينفع اشتغل في اي حته. اكيد دلوقتي بيدوروا عليا وقلبين الدنيا. والله يا اخي انا مش عارف اقول لك ايه، بس ان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. طب انا عاوز منك خدمه، الشغلانه اللي انت قلت لي عليها لو ينفع بس. يا سيكا الشغلانه دي كانت امبارح، اكيد النهارده طبعا في حد اخد مكانك. طيب انا مفيش مكان اروحه دلوقتي، وانت عارف معيش فلوس، لو ينفع بس ابات عندك ليلتين لحد ما ادبر اموري. سيكا والنبي ما تحرجنيش، انا مش عايز مشاكل. لا انسى موضوع المشاكل ده نهائي، هما بس ليلتين لحد ما اعرف انا هعمل ايه، مش هتشوف خلقتي تاني. ماشي، بس شايف دول ليلتين بس. ماشي، وانا مش هنسى الجميل ده ابدا يا عم يحيى، شكرا. في الهوم يا حبيبي، في الهوم. انت اكيد بتهزر يا سن. سابق قبل كده وهزرت معاك في شغل ولا في غير شغل حتى؟ ما حصلش، بس يعني مش غريبة قوي ان الجنرال بجلالة قدره يطلب عملية بسيطة زي دي، ده اي حد ممكن يعملها. اقول لك على حاجة، الناس من الضنك اللي هي عايشة فيه ممكن تعملها، فاهمها لي بقى. مش شغلتك انك تفهم سبب لكل حاجة. شوف يا ديمو، احيانا في حاجات بتحصل تبقى صغيرة قوي، بس في تأثيرها بتبقى كبيرة قوي، اكبر حتى من مستوى فهمك. وفي النهاية مش شغلتك انك تفهم، انت شغلتك انك تنفذ اوامر الجنرال وبس. مفهوم يا سن، مفهوم. كلام اللي انت قلته لي اخر مرة ساعة موضوع التمثال انا ما بلغتوش للجنرال، اعتبرته مجرد كلام في الهوا في لحظة سرحان، بس مش كل مرة اعتبر كلامك كده، وخد بالك كويس قوي من كلامك معايا. تمام يا سن. دي صور الارض كلها، يا ريت حضرتك تبص عليهم بقى واحده واحده. انا خلاص اتفقت مع صاحب الارض، ما فاضلش غير انتوا تروحوا تشيكوا عليها. بس انت متأكدة ان الارض دي ممكن يكون فيها حاجة؟ انت عارفة الاجهزة والناس اللي بتيجي بيكلفونا كتير. انا من نظرتي متاكده ان هي فيها حاجه. مع احترامي الشديد، ايه اللي بيأكد لك نظرتك دي؟ يا فندم انا متخصصه في تاريخ الاثار، واعرف كويس قوي ان الفراعنه ما بيختاروش لا اي ارض ولا اي مكان عشان يعملوا مدافنهم عليها. الدفن عندهم ليه مواصفات خاصه جدا، هما مش مجرد ناس يعني بيحفروا ويدفنوا وخلاص. وبعدين دي مش اول مره اطلع اثار مدفونه، التربه بتاعت الارض دي فيها تشابه كبير جدا بين الاراضي التانيه اللي طلعنا منها اثار قبل كده.
أتمنى لو يكون فيها، وآسف جدا لو فهمتي سؤالي غلط. ولا يهمك. طبعا انا مش محتاجه ان انا افكر حضرتك في موضوع العموله. مش هنختلف. ان شاء الله مش هنختلف. طيب لما الناس اللي عند حضرتك يكونوا جاهزين يا ريت تبلغني. أكيد. ان شاء الله. افرد كده يا كابتن، افرد افرد. الله ينور عليكم يا رجاله. يا باشا دي يا باشا هتبقى للشارع، وهيبقى في واحده على اليمين وواحده على الشمال. برافو عليك يا يوسف. تعالى انا عايزك جوه شويه. تحت امرك يا باشا. عايز فيها خرام عشان الهواء. خير يا باشا. عايزك تعدي على رائد قلبي بتاع السياحه، عندي هديه صغيره عايزك تديها له. حاضر. بابي انا عندي مشوار صغير كده هخلصه واروح من بره. اوكي يا حبيبتي، باي. اوكي روح. باي. ده الصح منه يا باشا، عشان نأمن نفسنا من اي لبش ممكن يعمله الدهشور. صح. هديه ايه؟ ماشي يا باشا، انا هلفها لفه تمام واجري على هناك على طول. مع اذنك. مع السلامه. انا ماشي يا فاري، رايح التمرين. عايز حاجه؟ استنى يا امجد انا عاوزاك. ادي قاعده يا ستي. قولي. مش هفكرك باللي اتفقنا عليه. ايه بقى اللي اتفقنا عليه؟ الرولز. رولز. رول نمبر 1 اللي عينيك شافته هنا محدش تاني غيرك يعرفه. نمبر 2 شرب كتير في اي مكان ما يحصلش، لانك ممكن تسكر ولسانك يفلت. ماشي. مقابلتنا هنا انا اللي هحدد ميعادها مش انت. اوكي يا حبيبتي. تليفونك اول ما تدخل هنا يكون مقفول، ويا ريت تشيل البطاريه. ماشي يا روحي. عايز حاجه؟ اشوفك بالليل. اوكي. هو انت ليه دايما قاعد لوحدك؟ انا بتيجي لوحدك وبتقعد لوحدك وتمشي لوحدك، مش غريبة شوية ولا؟ غريبة جدا، غريبة والشيء الغريب فيها يعني انك تلاقي حد مركز معاكي وتحس انه مراقبك. لا انا مش براقبك، ما تخافش، مش قصدي. وانا كمان ما اقصدش، بس يعني اقصد يعني انها غريبة شوية ان يبقى في حد مركز معاكي وشايفك قاعد لوحدك ومخلي باله منك وحاجة كده يعني. طبيعة شغلي بتخليني ابقى دايما واعية من الناس اللي حواليا. انت بتشتغلي ايه؟ مذيعة. احتمال ابقى مذيعة، مش متأكدة لسه. قول ان انا خريجة اعلام. اقول طب يعني ايه ليه احتمال تبقي مذيعة يعني؟ عملت انترفيو، مستنية النتيجة وعندي احساس ان هم هيسقطوني. انا دايما عندي حساسية، ما تخونيش. كمان عندك الحساسية، كويس. مين صاحب المحطة؟ لا ماليش في الوسايط وكده، فمش انا ما قلتش وسايط، في حد قال وسايط هنا؟ ما قلتش وسايط. مين صاحب المحطة؟ واحد اسمه فريد منير. تمام، فريد منير. حلو؟ هو ايه اللي حلو؟ اسمه؟ طب مش عايز تعرف اسم انا طيب؟ انا اسمي دياب، ديبو. انا اسمي امينه. ازيك يا امينه؟ ليه ما جيتش تسلم عليا قبل كده؟ احنا غنينا مع بعض هنا مره، فاكر. وعلى فكره صوتك حلو جدا. بعد ايه؟ انا بس ممكن تلاقيني يعني بتكسف جدا. طيب المره الجايه ما تتكسفش. حاضر. ايه يا عمر؟ انت كل مره بقى هتسافر لي فيها هتقعد لي بالاسبوعين والثلاثه؟ غصب عني، ما انت عارفه شغلي. يا سلام. طيب المره الجايه بقى هعرف انت فين واجي اطب عليك. امسكي. تشيز. ايه ده؟ ايه ده؟ هتقوم! انت ايه اللي دخلك كده اصلا؟ هتقوم! يلا! ايه اللي بيحصل؟ يلا! ايه ده واخديني على فين؟
منصور باشا. ازيك يا ديبو؟ اخبارك ايه؟ كله تمام سعادتك. اخبار الانتخابات معاك ايه؟ لا انا لسه المرحله الثانيه، اما نشوف. اكتساح يا باشا، ان شاء الله اكتساح. بس يا ديبو قول لي اخبار المكان ايه؟ حلو ولا هنتعكنن؟ عكنن ازاي يا باشا وديبو موجود؟ على فكره وجيه المنياوي قطعت لك رجله من هنا خالص. احسن. بس يا ديبو ما تحرمش منه. اتفضل يا باشا، اتفضل سعادتك. اتفضل. يا ميمي، ازيك يا صاحبي؟ ايه بقيت على العيال؟ باين يعني. ماشي يا صاحبي، سلام. اتفضلي امضي يا مدام. اتفضل امضي. تحب نجيب الوالد يستلمك ولا؟ لو سمحت كفايه قوي بقى لحد كده، ملهاش لازمه الفضايح. شريف باشا. ابو حجاج. وعينه باشا فين؟ تعال. ايه ده؟ في ايه يا مدام غالي، انت بتعملي ايه هنا؟ يوسف الحقني يا يوسف الحقني. ايه اللي حصل؟ تعرفوا بعض يا يوسف ولا ايه؟ يا باشا استاذن معاليك يا باشا في كلمه بره. ماشي. زي ما بقول لك كده يا دهش، اول ما جالي الخبر ده قلت لازم اقول لك عشان تبقى عامل حسابك. انت متاكد من الكلام ده يا سعيد؟ عيب يا دهش، انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط. الله، هو من امتى الشيمي بيفكر في الانتخابات؟ دي لا لعبته ولا بيفكر فيها. يا بيه البلد حلقه تشقلب، واللي ما كانش بيفكر زمان عينه بقت قد كده وبقى طمعان فيها دلوقتي. والله وطمعت يا شيمي. ماشي، هو فاكر بقى ان شويه العيال اللي حواليه هينطقوه وينجحوه في الانتخابات. شفت انت بقى ازاي الكلام كده؟ انا شفت، لكن هو لسه ما شافش. والله العظيم لو وريه النجوم في عز الظهر الفرجه هتبقى للكل. يا رب. ميرسي قوي يا يوسف. على ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انا بس كنت عايز اقول لك انه الموضوع ده بالنسبه لي كانه ما حصلش. يعني لا هجيب سيره لحد ولا الشيمي بايه ولا لغيره. انت عارفين انا راجل في كلمتي. كده ميرسي. تصبح على خير. غاليه، بلاش تعيطي. مساحة موعد كده وابتسمي وخشي عادي كأن ما حصلش حاجه. ها؟
عايزه افهم حاجه دلوقتي. لما اللجنه تقول لي ان انا رقم 1 من مرشحين المذيعات وانت تيجي تقول لي ان انا سقطت، انا اعمل ايه دلوقتي؟ بص يا انسه، اللجنه من الاخر بتدي توصيات مش اكتر، لكن القرار النهائي بيبقى من مستر فريد صاحب المحطه. وما دام القرار النهائي جاي من صاحب المحطه، يبقى انتوا لازمته ايه بقى ان انتوا تنزلوا اعلانات والانترفيوز والكلام الفاضي ده كله؟ ولا انتوا بتحبوا الشكليات بس ولا هو ايه بالظبط؟ والله علمي انا هنا مش اكتر من سكرتير وبس. طب انا عايزه اقابل مستر فريد ده. مش ممكن، ما ينفعش حد يقابله بدون مواعيد سابقه وقبليها بمده كمان. ده غير ان هو الوحيد اللي بيقرر يقابل مين وما يقابلش مين. طيب الاقي معاك ورقه؟ طبعا. اتفضلي. الى الاستاذ فريد، طز في سيادتك. وصل له دي لو سمحت. ايه يا ام عاطف، انت ايه مفيش حاجه غيرتك؟ الثوره ما عملتش فيكي حاجه؟ اتقلي شويه يا ام عاطف. يا جماعه اللي سلم بومبا امبارح هو اللي هياخد النهارده، اللي ما سلمش هيستنى معانا شويه. بكام يا نحل؟ ب 8 جنيه يا ستي. يعني ب 8 جنيه، يعني وداعا لغلاء الاسعار، يعني وداعا لبابور الكاس، يعني بالصلاه على النبي كده كله هيطبخ النهارده. وريني كده يا ستي. او النبي يا نحل اهو من امبارح. بس انا حاسس ان البون ده مزور. ليه يا نحل؟ هتيجي انبوبه برضه، خدي واحده. ماشي يا نحل. خد يا تعالى. بس لنا فيها يا ام عاطف. ايوه يا باشا، امر يا باشا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى سقطت في الامتحان. مخنوقه قوي. عادي، كلنا مخنوقين. لا بس انا مخنوقه بجد. تصور يسقطوني عشان ما عنديش توصيه من حد. وايه الجديد في كده؟ بلدك كلها ماشيه بالطريقه دي. هو انا المفروض اعمل زي الناس عشان اعرف اعيش؟ هتعيشي كل حاجه بس هتزعلي شويه. طب لو التعب ده بيجيب نتيجه تمام. بستغرب قوي، بستغرب ليه ما ينفعش الحياه تبقى ابسط من كده؟ ما تشوفني انا بعرف اعمل ايه، ومش مهم انا بنت مين ولا جايه منين. زي المكان هنا مثلا، ما هي الناس عادي قاعدين مع بعض وبيتكلموا وبيحكوا، مش لازم كل الناس تعرف تفاصيل حياه الناس اللي حواليها. زينا احنا يعني، ما انا ما اعرفكش قوي، بس انا حاسه ان انت بني ادم كويس، وهو ده اللي انا محتاجه اعرفه. صح ولا انا بقول اي كلام ولا ايه؟ يمكن يكون صح، يمكن. وانا دلوقتي مقتنعه ان هو صح، وهقعد اطبقه في حياتي لحد ما يثبت فشلته. اوكي، مش هبقى مذيعه في صحافه، كتابه، على ما اظن بقى دي ولا فيها وصيات ولا محسوبيات ولا نيل. ابويا دايما كان بيحكي لي عن واحد كان بيجي يسهر عنده في الشغل. الواحد ده ما كانش معروف ولا حتى مشهور، بس اي حاجه بيكتبها كان بيتاثر بيها الناس في كل حته. عادي، دي ضريبه الكتاب، مفيش حد يعرفهم غير المهتم بيهم. لا، ده كان مشكلته انه ما فيش حد يعرفه خالص، لا المهتمين ولا غير المهتمين. المهم صاحبنا ده كان بيكتب مقالات لرئيس تحرير، رئيس تحرير جورنال من الجرايد، انا حتى مش فاكر جورنال ايه. كان رئيس التحرير بيقول له اكتب لي مقاله عن كذا وكذا وابعته لي على البيت. كاتب من الباطن في الضلمه يعني. المهم تقدري تقولي ان رئيس التحرير كان بيديله فلوس على المقالات دي كل اسبوع. كان يجي يسهر عند ابويا ويخلص كل فلوسه في ليله واحده بس كل اسبوع، وهكذا الحياه. يعني قصدك تقول ان حتى الكتابه فيها كده برضه؟ اي حاجه فيها كده. لا، ما تقولش ان اي حاجه فيها كده. ده واحد قرر ان هو يبيع روحه من الاول، خلاص هو حر. ده ما كانش اختيار، ده كان اجبار. الظلم والفقر والعوزه بيخلوا اي حد يعمل اي حاجه، صدقيني. المهم بعد ما رئيس التحرير مشي من الجورنال، او تقدري تقولي رفضوه، صاحبنا بقى خالي شغل، بقى ماشي في الشوارع يكتب على الحيطان انا الكاتب الاصلي، انا اللي عملت فلان الفلاني. مفيش حد صدقه. مفيش حد صدقه. عشان كده البساطه اللي بتتكلمي فيها عن الحياه مش حقيقيه، مش حقيقيه. في ناس في الحياه بتاخد اماكن ناس، وفي ناس بتقتل احلام ناس. خلاص بقى نظام اتعودنا عليه.
القانون ماشي على الكل. فاهمين؟ عارف انا لو اطول فريد منير ده عملت فيه ايه؟ تعملي فيه؟ مش عارفه بس اكيد هعمل حاجه تضايقه. طب يا ستي، الفريق بتاعك ده بيسهر عندي في الشغل وبيتعالج اي وقت بالليل وهتلاقيه هناك. سلام. استنى طب استنى نتكلم في الموضوع ده. يا باشا انا مش هتكلم غير في وجود الرايق بتاعي. صباح الفل يا هيثم باشا، نورت المنطقه. ازيك يا دفعه؟ الانابيب دي منين يا رايق؟ بتاعت الناس يا باشا، اللي بيفضل نملاه وناكل فيه لقمه عيش.